الشاورما باللحمة وصفتنا النهاردة أكيد كلنا بنحبها، ودايما بندفع فيها مبالغ كبيرة جدا لما بنشتريها من بره، مع إنها أسهل ما يكون. أهم حاجة تكون قطعية شاورما وتقولي للجزار كده، ويا ريت يا ريت لو تكون من عرق الفليتو أو من مكان سهل جدا في التسوية. ده أساسها. معايا هنا بقى مكوناتها: مية بصل، زيت، خل، زبادي، والبهارات بتاعتنا اللي هنخلطها كلها مع بعض واحدة واحدة. تابعوني وركزوا للنهاية. حطيت كوباية زبادي، وكنت بشرة بصلاية كبيرة وأخدت السوائل بتاعتها فقط لا غير، مع معلقتين كبار من الخل، مع حوالي 4 معالق من الزيت، ونزلت بملح، فلفل، 7 بهارات أو بهارات لحمة، بابريكا، وهنزل عليها بشرايح اللحمة واديها تقليبة كويسة جدا. مهم جدا ان الخلطة دي تكون قبلها بيوم، علشان اللحمة بتاعتي تتشرب من كل البهارات وتكون سهلة جدا أثناء التسوية، أو على الأقل قبلها بحوالي 6 ساعات. وهغطيها ببلاستيك ستريتش وهدخلها التلاجة بعد الخطوة دي لحين تسويتها تاني يوم. طاسة أو صينية، أهم حاجة تكون سخنة جدا، أنا عايزاها سخنة خالص يا جماعة، مش عايزة اللحمة تنزل السوائل بتاعتها. هنزل فيها بحوالي 3 معالق من الزيت، وهبتدي أنزل بكمية الشاورما واحدة واحدة، مش مرة واحدة، علشان الصينية بتاعتي درجة حرارتها ما تقلش. بس في المرحلة دي مش عايزة أقلب كتير علشان السوائل ما تنزلش. ومرنا بتسلم عليكم كالعادة يا جماعة. وهبتدي إن أنا أقلبها لحد لما تاخد معايا لون ذهبي حلو ومميز جدا. في المرحلة دي زي ما احنا شايفين كانت شرايح اللحمة أو الشاورما بتاعتي اتحمرت. هنزل عليها بشرايح من البصل مع شرايح من الفلفل، لو حابة فلفل ألوان أوكي. في الوقت ده ما كانش عندي غير فلفل أخضر، بيدي ريحة حلوة جدا ومميزة. وأنا مقطعاه شرايح جوليان بالشكل ده، وما تقلقيش هي لما تدخل في التسوية كل الحاجات دي هتدوب ومش هتكون واضحة خالص ولا هيبقى لها أي أثر. كتير مننا بيحب شاورمة اللحمة، واحيانا مش بنكون واثقين قوي في مصدرها من بره. انا جبتلك طريقتها بكل سهوله، ومفيش اجمل ولا انضف ولا ألذ من كده. نزلت بشويه ملح بسيطين جدا، مقدار البصل والفلفل اللي انا نزلت بيه، وزودت كالعاده ذره فلفل، ذره 7 بهارات. وطبعا نسيت اقول لكم في التتبيله كان في حوالي ربع معلقه صغيره من القرفه البودر. سيبيلي بقى كل الحاجات دي كده مع بعضها تعيش. شايفين؟ ولا بقى في اثر لا للبصل ولا للفلفل، ما شاء الله. في المرحله دي في الاخر خالص وانا يا دوب هطفي النار، هنزل ببقدونس مفروم، علشان ما نزلتش بيه من البدايه علشان ما يسودش في النهايه خالص. وبألف هنا وشفا، تاكلوها سندوتشات في فينو. ألف هنا، مفيش ألذ من كده. بحبكم جدا، وباي باي.